هل حب الدنيا مرض؟ نعم، إذا كان حب الدنيا يشغل عن حب الآخرة، أو يؤثر على حب الآخرة، أو يقدم على حب الآخرة، كان مرضا خطيرا فتاكا يهدم هذه الأمة ويذهب قوتها ويسلط أعداءها عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما يتداعى الأكلة إلى قصعتهم. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ يعني قليل حتى إن الأمم لتجتمع علينا لتأكلنا؟ أو من قلة نحن حصل لنا هذا الحال؟ أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير، ولكن أصابكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا رقم 1. العرض الأول من أعراض الوهن، من أعراض الضعف، حب الدنيا. وكراهية الموت. حب الدنيا فطرت النفوس عليه، فجاهد نفسك على ألا يطغى هذا الحب على حب الآخرة. فالدنيا والآخرة ضرتان. تعرف الضرة؟ زوجتين، أيهما البكر وأيهما الثيب؟ الدنيا الثيب دخلت قبلك، أما الآخرة فبكر لم يصلها أحد. هذه الدنيا وتلك الآخرة الفرق بينهما فرق شاسع. ما الفرق بين الدنيا والآخرة؟ الدنيا فانية والآخرة باقية. وأيهما أفضل، الباقي الذي لا يفنى أو الفاني الذي لا يبقى؟ الدنيا بنيت على كدر، لا تجد فيها نعمة محضا من غير منغص. حتى التمرة تأكلها تجيك النواة قاسية، تقول لك لا خرجني وابلع الباقي. الدنيا إذا لبست الجديد لا يلبث حتى يصبح قديم، فكل نعمة فيها بلية.